بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم النهاردة عن الشلن الورقي، 5 قروش الورقية وأسعارها. بس قبل ما نبدأ في الكلام، لو انت أول مرة تشوفنا اعمل لايك للفيديو واعمل متابعة للصفحة عشان تشوف معانا كل جديد في أسعار العملات المصرية القديمة. هنشوف الشلن اللي قدامك اهو. الأول اهو 5 قروش جمهورية مصر العربية اهو. والحالة اللي قدامك دي حالة زيرو، حالة أنصر زيرو اهو، يعني ما تلمس اهو، حالة زيرو ما تلمس اهو. شوف الظهر بتاعه اهو يا باشا، ده الظهر بتاعه مكتوب عليه جمهورية مصر العربية، وهنا برضو جه جمهورية مصر العربية. وده مبدئيا ده إصدار التمانينات والتسعينات، التمانينات والتسعينات. طيب نتكلم بقى في الأسعار. اللي قدامك ده سعره 10 جنيه. اللي قدامك ده سعره 10 جنيه. ليه 10 جنيه؟ لأن زي ما انت شايف موجود منه كتير أوي 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 أوي، كل الناس عندها منه، كل الناس عندها منه. فده سعره 10 جنيه، 10 جنيه في الحالة الزيرو اللي زي دي كده. يعني الورقة اللي قدامك دي زيرو اهي، بتنباع ب10 جنيه وبالباكو. يعني اللي عاوز منها باكو تقدر تشتري الباكاو منها، موجود ومتاح في الأسواق، موجود ومتاح في الأسواق. في نسخة بقى غالية، دي اللي مش موجودة وكل الناس بتدور عليها. كل الناس بتدور على النسخة اللي هي مش موجودة دي، ودي اللي سعرها غالي، سعرها غالي. النسخة اللي هي سعرها غالي، بدل كلمة جمهورية مصر العربية دي بيبقى مكتوب عليها الدولة المصرية، الدولة المصرية، ده اللي سعره غالي. أما جمهورية مصر العربية ده سعره 10 جنيه. هوريك أنا النسخة الغالية، تابع معايا وخليك معايا، ركز يا باشا معايا. شايف ده الشيلين الغالي مكتوب عليه الدولة المصرية اهي، الدولة المصرية، ده اللي سعره غالي جدا. دي صورة طبعا منه، انا بوريك صورته اهو، مكتوب عليه ايه؟ الدولة المصرية اهي، الدولة المصرية اهي، الدولة المصرية، ده اللي سعره غالي جدا. وهنا العلامة المائية دي بتاعته، دي العلامة المائية بيبقى عليها صورة الملك فاروق، والإمضاء بتاعه عبد الجليل العمري، وزير المالية عبد الجليل العمري. دي الورقة اللي سعرها غالي جدا وكل الناس بتدور عليها. شرط ان هي تكون مكتوب عليها الدولة المصرية زي ما انت شايف كده اهي، الدولة المصرية. شايف يا باشا مكتوب عليها الدولة المصرية اهي. ادي الشلن الغالي واللي سعره غالي، 5 قروش الدولة المصرية اهي، الدولة المصرية اهي. الشرط والظهر برضو بتاعه بيبقى مكتوب عليه الدولة المصرية، وهنا العلامة المائية بتاعته الملك فاروق. دي النسخة الغالية، هي دي يا باشا النسخة الغالية اللي بقول لك عليها. اما النسخة بقى اللي قدامك دي مكتوب عليها جمهورية مصر العربية اهي، ده كل ده سعره 10 جنيه. النسخة الغالية اللي انا وريتها لك في الصورة هي دي الغالية. انت لو معاك نسخة زي اللي انت شفتها في الصورة، لو معاك نسخة زي اللي انا وريتها لك دي، ابعت الصور في التعليقات وانا اقول لك تبيعها فين، وانا اقول لك تبيعها فين والمين. بس شرط تكون على مكتوب عليها الدولة المصرية. انما ما تجيبش واحد زي اللي قدامك ده وتقول هو ده الغالي، لا، الغالي اللي انا وريته لك في الصورة. ركز في الصورة كويس ومكتوب عليه الدولة المصرية. اما كلمة جمهورية مصر العربية دي كل ده سعره 10 جنيه. عشان الناس اللي بتفكر ان ده غالي، لا، الغالي اللي انا وريته لك اللي قدامك ده سعره 10 جنيه. اي حاجة مكتوب عليها جمهورية مصر العربية سعرها 10 جنيه. الغالي اللي هو مكتوب عليه الدولة المصرية، الغالي اللي هو مكتوب عليه الدولة المصرية. متنسوناش في اللايك والمتابعة للصفحة عشان تشوفوا معانا كل جديد في أسعار العملات المصرية القديمة. والسلام عليكم ورحمة الله
وبركاته.